السلام عليكم، عاملين ايه اخواتي وحبايبي في الله؟ احلى شويه جاتوهات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يمكن من القناه اللي قبل دي من 7 أو 8 سنين واحنا مع بعض، دايما انا بخزن الكرنب من السنه للسنه. ودايما بتقولولي يا بسمه ايه سر ان انت بتعمليه ومش بيجلد. كل التركات والحاجات اللي انا بعملها هقولها لكم بالتفصيل الممل في الفيديو. وايه اللي نبتدي نخزنه لرمضان وغير رمضان. وكل ده هنظبطه مع بعض، بس في الاول بنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كله يصلي على النبي ويدوس لايك للفيديو. وما تنسوش اخواتنا في غزة والصومال والسودان وفي كل مكان بالدعاء. اول حاجه ببتدي ان انا اجيبها الكرنب. هات الكرنبايه تكون مدوره، وتيجي كده ايه تخبطي عليها تلاقيه في التخبيطه بتاعتك فيها رنه. ما تجيبيش الكرنبايه المكتومه، ما تجيبيش الكرنبايه اللي هي ما بتكونش مدوره عشان بتكون مش حلوه. وبتكون الجذور او العصب بتاعها على بعض. هاتيها تكون مدوره وفيها رنه وما تكونش مكتومه قوي. تمام، ده بالنسبه لبناتي واخواتي الصغيرين المبتدئين في شراء الكرنب. تاني حاجه زي ما انتم شايفين كده ببتدي ان انا ايه اقورها كده. طبعا حاطه ميه سخنه على النار بتغلي. انسب وقت لتخزين الكرنب دلوقتي. اولا سعره حلو قوي. هتصدقوني لو قلت لكم ان انا جايبه الواحده ب10 جنيه؟ والله يا جماعه جايباها ب10 جنيه. قال لي ب15، قلت له لا هاخدها ب10. رحت جايبه بصراحه، جبت 5، عملت واحده على الغدا من غير ما صورتها، وخليت الاربعه التانيين قلت ايه، قلت هخزنهم. تمام. جيت بعدين زي ما انتم شايفين كده انا عندك طريقتين. انا وهي ناشفه بالمقص عشان ممكن بالسكينه تتكسر مني. بالمقص ممكن تجيبي لو انت الحله عندك صغيره تمام وعايزاها تاخد ورق كتير، بالمقص كده مش السكينه. وابدا اقص الجزء ده اسمه العصب، مش عارفه انتوا بتسموه ايه، اللي هو الجزء الناشف بتاع الكرنب عن ناشف من قبل ما تستوي معايا. تمام. وببتدي ان انا ايه احط الورق جنبي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وممكن تقطعيها لو اي قطعة ورقة مخرمة فيها جزء بايظ، لا على طول شيليه وقصيه. وبلمه زي ما انتوا شايفين كده. فوق بعض زي ما انتوا شايفين، وحاطه ميه بتغلي على النار. بصوا بقى الليله كلها لا هقول لكم المعلقه السحريه ولا غير. طبعا انا كترت هنا ملح عشان انا عندي كميه كبيره، يعني انا عامله 4 وحدات كرنب. تمام. فبحط معلقه كبيره كده ونص كده من الملح. حوالي معلقه ونص ملح كبيره. بحط كمون مطحون. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، معلقه سكر. بس هما دول الثلاث حاجات. ولا هقولك معلقة سحرية ولا معلقة مش عارف ايه. بس هما سكر ملح كمون، مش اكتر ولا اقل. والكمون بودر مش حب يا جماعة، ما تحطوش الكمون صحيح. وخصوصا لو انتوا هتخزنوا. تمام. طبعا عشان انا هفرزه، فانا مش عايزاه يستوي قوي، يعني لان طبيعي الفريزر الحاجة لما بنشيلها في الفريزر بتدبل شوية. فاعمل حساب ان انا ايه ما خليهوش ايه يستوي جامد او يتسلق جامد مني، لا اقل من الطبيعي كده، 3/4. 3/4 سلقة. تمام. بحيث ان هي ايه الواحدة تكون بوحدتها كده وماسكة نفسها، ما تكونش مهرية. اقل من السلق اللي احنا بنستخدمه لو انا هستخدمه في وقتها زي ما انتم شايفين اهو. ده اللي انا اقصده، يكون ايه ماسكة نفسها كده. وبديها شطفة خفيفة تحت الحنفية وبصفيها.
بس مفيش اسهل من كده. خلصت كل الكمية، وزي ما انتوا شايفين في جزء عملته صحيح ما شلتش العصب اللي في النص ده، وفي جزء شلته بالمقص زي ما شفتوا قبل ما تتسلق. عامة سواء العصب اللي اتسلق او العصب اللي ما اتسلقش، جبت العصب اللي انا شايلاه من الاول وما اتسلقش، قصقصته بالمقص او بالسكينة وسلقته. سلقته في مية ايه، في مية الكرنب. زي ما انتوا شايفين طبعا في كذا طريقة لتقطيع الكرنب، او هما طريقتين يعني. شوفي اللي يريحك، ان انت بتفرديها رول زي ما انت شايفة كده، وتبتدي اهو ده الجزء ايه اللي انا بشيله، وبتلفيها رول وتظبطيها وتشيليها زي ما انت شايفة كده. وطبعا على حسب المقاس، انتي في ناس بتحب الصوابع الكرنب كبيرة صغيرة، بس نصيحة اخوية، اللي هتخزنيه خليه وسط، بلاش تخليه صغير قوي. زي ما انتم شايفين بتبقى بالشكل اللي هو بتاع الرول ده، وفي اللي هو ايه زي اللي كان بيعملوه زمان كده اهالينا. ورقة الكرنب قدامهم، ويشيلوا الجزء اللي هو العصب ده، ويبتدوا ايه يظبطوها ويقطعوها ايه قدامهم زي ما انتوا شايفين كده فوق بعض. شوفي بقى الطريقة اللي تريحك واللي انت حباها وكملي عليها. انا كملت بالطريقة اللي هي الرول يعني. وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله الكمية بتاعتنا إيه ما شاء الله، يعني كمية حلوة قوي. زي ما قلت لكم والله انا جبت الخمسة ب50 جنيه، دول كده 4 عشان عملت واحدة وما صورتهاش. طبعا عندك بقى، بص هقول لكم على حاجه، عندك العلب البلاستيك دي انا مش شارياها. عارفين لما بجيب الجبنه وبشتري مشتريات من السوبر ماركت، باخد العلب دي وبغسلها وبتنفعني جامد جدا في التخزين. بس العلب اللي بتيجي زي كده فيها لحوم مجمدة، دي تترمى على طول. يعني انا بجيبها بستخدمها، باخد منها اللحوم المجمدة اللي فيها وارميها على طول. لكن العلب اللي زي دي اللي بيكون فيها جبنة، فيها نواشف، فيها حاجات عادية، لا بستخدمها واغسلها واستخدمها في التفريز. الكيس اللي انتوا شفتوه ده فيه كام ورقة كرنب اللي هم الكبار، اللي احنا بنحطهم في القعر بتاع الحلة. كام ورقة كبيرة كده طبقتهم وحطيتهم في كيس تخزين، بحيث لما اطلع طبق اطلع ورقة من دول واحطهم في قعر الحلة. وعلى فكرة كمان عايزة اقول لكم حبايبي، مش لازم موضوع العلب دي، انتوا فاهميني؟ يعني ممكن عادي نخزن في اكياس، مفيش اي مشكله. جبت كل العصب بتاع الكرنب زي ما انتوا شايفين كده كميه. والمسلوق لما جيت اسلق ورق الكرنب، لما سلقته صحيح جزء سلقته صحيح اوريدي العصب وانا بقطعه خلاص ده السلق. العصب بقى اللي شلته وهو اخضر قبل ما يتسلق، سلقته في الميه المغليه، لميتهم كده وحطيتهم في الميه اللي كنت بسلق فيها الكرنب اللي هي فيها سكر وملح وكمون. تمام. وكلهم شطفتهم بقى كلهم مسلوقين، وقطعتهم كده عشان ما يبقاش حجمهم كبير قوي، وشطفتهم وهبتدي ان انا اعمل بيهم احلى شويه مخلل. انا عايزه اقول لكم بالنسبه لي المخلل ده احلى
من اللفت، بحبه جدا. كل لتر ميه بياخد 3 معالق كبار مليانين على اخرهم ملح. تمام، جبت لتر ونص من الميه. آه، حطيت عليهم حطي عليهم من 5 ل6 معالق من الملح. آم، اللهم صل على سيدنا محمد. وجبت جزرايه مبشوره صغننه خالص، او نص جزرايه كبيره صغننه مبشوره، وكمان بنجرايه صغيره مسلوقه كده وقطعتها مكعبات. وحطيت معلقه سكر يا جماعه، وقلبتهم كلهم مع بعض كويس قوي. وحطيت كمان هريسه شطه. هريسه الشطه دي اختياري، تمام، عشان لو مش حابه سبايسي. يبقى ميه عليها ملح عليها جزر مبشور عليها هريسه شطه عليها بنجرايه صغيره مسلوقه ومقطعه مكعبات. وابتدي ان انا الميه التحفه دي هبتدي ان انا اعبي بيها المخلل بتاعي، وبقفله. مش بيقعد كتير يا جماعه، من 5 ايام لاسبوع. وخصوصا عشان هو كمان مسلوق وانا مقطعاه، عشان ما بقاش حجمه كبير، مش بياخد وقت. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ اللون بتاعه تحفه قوي. وكل ما بيقعد اللون ده بيبقى مغمق شويه، فبيبقى جميل جدا. بحط كمان ورق لورو. ورق لورو كده على الوش بتاع المخلل، او ورق اغار، يعني اسمه لورو او غار على حسب انتوا ما بتسموه ايه. وبقفلهم كويس جدا. ويبقى كده استفدنا من الكرنب بكل حاجة فيه. زي ما انتوا شايفين كده، الموضوع بأقل من 50 جنيه. والله يا جماعة، ب40 جنيه جبت الواحدة ب10، وعملتهم ما شاء الله. الاكياس الكبيرة دي عملت فيها كمية كبيرة، عشان انتوا عارفين بيجي علينا وقت في رمضان بيكون عندنا عزومة، عندنا ناس عازمينها على الفطار على المغرب، فالعدد بتاعها بيكون كبير. والاطباق العادية ده استخدامنا العادي، تمام. وبس. والموضوع نوعا ما في الظروف الغالية اللي احنا فيها كلنا بنعشق الكرنب. وتظبيطه ده بيسهل عليك الوقت، سواء في رمضان او غير رمضان. انت بتشتغلي عايزة تتفرغي للعبادة، حلو ومفيد جدا. هو ده فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجب حضراتكم. شير ولايك لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد على قناتي. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيرة وتحضيرات تانية كتيرة. مع السلامة.